وانا قاعد قدام الكمبيوتر بتاعي ببص لي بصه في الافلام اللي حاططها في الواتش ليست، لقيت اني محتاج اتفرج على حوالي 5000 فيلم مثلا. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? في اكيد اللي شفتهم قبل كده وعايز اشوفهم تاني وحاططهم عشان اتفرج عليهم، واكيد في اللي ما شفتهمش قبل كده. ولكن بجد السؤال المهم هو احنا ازاي بنتفرج على الافلام؟ وبصفتي خبير استراتيجي في الفرجة على الأفلام، وكوني ما عنديش حياة مؤخرا مش على طول، والزيادة على ده إني مشترك في أغلب منصات الفيديو أون ديماند زي أو إس إن وأمازون اللي هي 29 جنيه عامة، مع إضافة عدد 1 جنيه بصبح بيه على مصر كل مرة بشترك فيها. إلا إني بجد معرفش ليه مش مشترك في نتفليكس، وما عنديش أي أدنى سبب لده. ولكن دلوقتي خليني أقول لكم إزاي تتفرجوا على فيلم. مبدئيا كده الفرجة على الأفلام هي واحدة من أمتع التجارب اللي هتمر بيها في حياتك، مش بس إنك بتشوف قصة ومجموعة صور بتتحرك ورا بعض ونشوف حكاية بتتحكي، لأ، بس أنت كمان بتكون وأنت مش واخد بالك جزء مشارك كبير جدا في الفيلم ده. ولو حبينا نعرف أبسط شكل للفن هنقول إن هو رسالة أو حدوتة بتتحكي، مش شرط تبقى شيء إيجابي ومش شرط يبقى شيء بيغيرك، مع إن ده وارد يحصل، ولكن هي في الأول وفي الآخر حدوتة بتتحكي، حد بيتلقى القصة، فلو عجبتك خير وبركة، ولو ما عجبتكش فده عادي، ممكن يكون الفيلم وحش، ممكن تبقى الحدوتة وحشة، وده مش دليل على حاجة، وانت هتكون بتفهم برضه. ممكن يكون الفيلم حلو واحنا ما فهمناهوش، لان مش كل الافلام موجهه لكل الناس، وده شيء وارد. بجميع الاحوال التجربه الفنيه دي بتتضمن حاجات كتير قوي عشان خاطر تكتمل، وده دليلك الشامل عشان تتفرج على اي فيلم بشكل عام وتستمتع بيه وما الى ذلك. خلينا نقسم الفرجة على الأفلام لشقين، شق في السينما وشق في البيت. أنا بشوف إن مشاهدة الأفلام في السينما هي شيء مش محتاج تعليمات كتير، ولكن خلينا نساعد بعض برضه عشان نوصل لأحسن تجربة سينمائية. أكيد الشخص اللي نازل من بيته ومكلف من وقته واهتماماته كمان هيدفع 100 جنيه، وده أقل حاجة، دي أقل سعر تذكرة موجود، هو رايح عشان يتفرج على فيلم. فإذا الهدف إن أنت تركز في الفيلم وتستمتع بيه. مش محتاج أقول إن إحنا محتاجين نعمل موبايلاتنا سايلنت أو دي إن دي، ونحاول بجد قدر الامكان نستمتع بالتجربه البصريه والسمعيه دي من غير ما نشتت نفسنا. وتاني حاجه، انت بجد مش محتاج تشرح الفيلم لصاحبك اللي هو اساسا بيتعرض قدامك وقدامه وتقول له بص وده هيحصل وده هيحصل، لان هو اوريدي الفيلم بيتعرض، ده هيحصل فعلا او مش هيحصل، ده انت هتعرفه انت كمان. وبعد انتهاء التجربه ممكن تقول رايك، ولكن مش في نص التجربه. ممكن ترمي تعليق بسيط تهمس بهزار، ولكن مش محتاج تقول رايك. التجربه شغاله، حاول انت تستمتع اصلا بالتجربه علشان نفسك، وحاول تدي رايك بعد ما التجربه تخلص. الحاجه الثالثه، حاول ما تصورش بفلاش. اكيد ده شيء منطقي جدا وبديهي، في جميع الاحوال انت كده كده هيبقى عندك ذكريات، ولكن لو صورت بفلاش انت هتكون بتضايق الناس اللي حواليك. وثانيا اصلا انا رافض فكره ان الواحد ممكن يكون بيصور صوره او مشهد من الفيلم ده، وعندي تبريرين. كنت تصور لكن ما تصورش بفلاش، كده كده انت خلاص دي نقطه منتهيه. انت ممكن تصور صوره عشوائيه جدا، ممكن تصور مشهد من فيلم قديم او فيلم انت شفته قبل كده، عادي، ما عنديش مشكله. لو انت عايز تصور مشهد جديد انا كده كده ما عنديش مشكله ومش فارق معايا، ولكن انا بتكلم عشان انت تستمتع بالتجربه، وكلامي كله عن الاستمتاع مش عن اجادلك او نوصل لوجهه نظر ان ده صح وده غلط. في الاول وفي الاخر انا جاي اتبسط وانت جاي تتبسط. الحاجات اللي انا قلتهم دول بجد هيساعدوك انك تحسن من تجربتك السينمائيه. واهم حاجه دلوقتي السناكس داخل السينما. السينما فشار وصودا، معرفش بقى، دي نقطة هرجع لها تاني قدام، بس كنت عايز اعمل ديسكليمر بسيط جدا. انا هنا مش بفرض اي وجهة نظر، انا اظن عملت ووضحت كل ده في معظم فيديوهاتي، وفي الانترو بوضح ده. وكلامي هنا لكل الناس اللي حابة تستقبل المعلومة وتستمتع، مش تشوف ان دي فلسفة بقى وده مزايدة وفرض وجهة نظر على حد. مش الكلام ده خالص ننتقل للفقرة المنزلية للأفلام. أوكي، أنا أصلا عامل الفيديو ده عشان خاطر الفقرة دي بالذات. أول حاجة وأهم حاجة في التجربة السينمائية اللي أنت عايز تعملها في البيت هي اختيار الشاشة. إحنا دلوقتي يا جماعة عندنا تلفزيون وكمبيوتر ولابتوب. أنا عارف إن أنتم ممكن تكونوا فاكرين إن أنا نسيت حاجة، بس لا لا لا،
أنا مقدّر إن ربنا خلق لكل واحد عقل يفكّر بيه ويميّز، أكيد أنتم مش قصدكم إن أنا أقول إن الموبايل من ضمن تجربة السينما. FBI, open up! مش حد هيتفرّج على سينما على الموبايل، مش منطقية. يعني أنا باحاول أفهم الظاهرة المجنونة المتخلّفة دي. دلوقتي أنت هتشوف فيلم أفخمها فيلم هيكون 3 ساعات، فأنت ممكن تقسّم الفيلم دوّة على مرّتين، أنت حُر، ممكن تشوفه كلّه مرّة واحدة أنت حُر، ولكن تشوف التجربة اللي هي ال3 ساعات دي على الموبايل، ده يا جماعة أنتم متخيّلين كَم المعدات وكَم المجهود اللي اتحط علشان خاطر تتبسط بالفيلم ده؟ انت عارف كم مكنه وكم بني ادم اشتغل عشان وعرق وطلع عشان يعمل الشغل ده. ما فيش احترام للجماعه دي كلها، بس انا رايي كده. دلوقتي أنت في فيلم اتقدّم لك صورة حلوة جدًا، ومعظم الأفلام اللي أنت عايز تشوفها أو عايز تستمتع بيها أو هتحبها، هتكون عايز إنك تشوفها على شاشة أكبر، وده يعني بديهي جدًا، لإن هي فعلًا السينما معمولة عشان تختار أكبر شاشة. يعني أنا ما عنديش مشكلة مع المسلسلات، إن ده وارد جدًا، أنت ممكن تكون مسلسل بتشوفه 3، 4 مواسم ب40 ساعة والّا 50 ساعة، وارد، يعني ده طبيعي، أصل أنا مش هاقعد أشوف برضه 40، 50 ساعة، مع إني أنا باحب أستمتع بالتجربة برضه وأحب أقضّيها على الكمبيوتر بتاعي، ولكن لأ، أنا يعني رافض جدًا فكرة إنك تشوف فيلم على الشاشة 6 بوصة، لإن ده شيء مش طبيعي ومش منطقي. الحل هنا بجد حاولوا عشان تستمتعوا بالفيلم إنكم تنقوا أكبر شاشة وتستمتعوا بالفيلم اللي أنتم بتحبوه أو اللي أنتم عايزين تحبوه، مش شرط يعني تكونوا بتحبوه. تاني حاجة السناكس، أنا الصراحة مختارها عشان قُلت هارجع لها الفقرة دي وأنا بجد عايز أعرف الناس بتاكل إيه وهي بتتفرج على أو بتشوف فيلم يعني، بتاكل وبتشرب إيه؟ عشان أنا عايز أجرب زيكم يا جماعة والله يعني أنا بجد أنا شخص روتيني جدًا وفي الأفلام بالذات باجيب فشار وصودا. باشوف بقى في ناس بتقعد تعمل اختراعات وافتكاسات وهي بتاكل وتجيب آيس كريم ومش عارف تجيب. أنا بجد شخص سطحي جدًا، يعني عمري ما عملتها غالبًا غير مرة واحدة في حياتي، فنادرًا جدًا ما باعمل كده مع السينما. يعني وكمان خدت بالي مؤخرًا إن في أفلام ما ينفعش معاها السناكس، يعني بعيدًا عن الرعب ال والحاجات دي، لأ، في أفلام بتخلّيني أحس إن أنا لو سرحت أو ضيّعت كده حاجة بسيطة، لأ أنا فاتني حاجات مهمة كده ولكن أنا متمسك جدًا بالمبدأ بتاع السناكس في السينما، وباحب الفشار ويكون معاه أي صودا، يعني فلو حد برضه بيحس نفس الإحساس دوّة يقول لنا في الكومنتات، وقولوا لنا برضه يا جماعة بتاكلوا وبتشربوا إيه وأنتم بتتفرجوا على فيلم. تالت حاجة التحضيرات، ودي أنا بجد باسميها البهاريز، وزي ما قُلت يعني الفيديو ده كلّه للسينيفيلز والناس اللي بتحب السينما، ومش لأي حد شايف إني بافرض وجهة نظري عليه أو باقول إن تجربتي دي الأصح، يبقى أكيد هي الصح ومش عارف إيه، تلاقي إنسان غبي. المهم أنا مش عايز أتعصب على حد مش موجود. أنا في مرحلة اختيار الفيلم اللي هاشوفه بعد يوم شغل وبعد أسبوع كده أو يوم أجازة، باحضّر أنا هاشوف مثلًا 3، 4 أفلام لو أنا مسحول الأسبوع ده، أنا كمان باحرق أفلام أكتر من كده، بس دلوقتي في 3 حاجات مهمين جدًا بالنسبة لي باعملهم قبل ما أقرر أشوف فيلم إيه: القصة، المخرج، الممثلين، وأكيد طبعًا بقية العناصر المهمة اللي بنكتشفها في الفيلم زي المونتاج والسينماتوجرافي والمزيكا وما إلى ذلك، ده بيبان جزء كبير جدًا منها كنوع من أنواع التسويق في الإعلان. وزي ما قُلت ال3 حاجات المهمين اللي قُلتهم دلوقتي دول ممكن ياخدوا منك 5 دقايق بس بحث بسيط عن الفيلم اللي أنت هتشوفه، عن المخرج، عشان تعرف المرجعية بتاعته. كمان أنت داخل دلوقتي تتفرج على فيلم، فده بيشكل نوع من أنواع السلاسة إن الأحداث والتهيئة للفيلم ده بتكون أنت قادر تستوعبها أو قادر تفهمها أكتر. الحاجة التانية واللي شايفها بجد مهمة جدًا في التجربة، هو إن أنت بتحاول بقدر الإمكان تقلل أي نوع من أنواع التشتت، بتجيب السناكس بتاعتك كلها جنبك، بتجيب الدرينك بتاعك جنبك، بتجيب المَيّة جنبك، بتحاول تقفل النور بقدر الإمكان، وأكيد طبعًا تجربة الموبايل دي إحنا اتكلمنا عنها في الأول، فالDND أو Do not disturb، ما تستخدمش الموبايل وأنت بتتفرج على فيلم، بحيث إنك توصل لأقصى تجربة. وبعد ده كله من وجهة نظري ومن تجربتي، دي أحسن تجربة سينمائية ممكن تقضوها، سواء في بيتكم أو في السينما، ويمكن فيها كل الأطراف اللي معاك كمان يكونوا مرضيين ومش متأزمين خالص. وللمرة المليون يا جماعة، أنا مش بافرض وجهة نظري على أي حد، ولا باقول لازم ولا باقول ده الصح، أنا بس باشارك تجربتي اللي باعرف أستمتع بيها من وأنا عندي 10 سنين لحد دلوقتي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، وأتمنى يعني بجد ما حدش ياخد كلامي على إن هو فرض وجهة نظر سواء في السينما أو في البيت، وأكيد السينما مش قرآن، ده نتاج إنساني يعني افعلوا به ما شئتم ما يخصنيش يعني. وما حدش يضايق نفسه يا جماعة لو هو متضايق، وبرضه قولوا لي رأيكم في الحلقة وإزاي بتتفرجوا على الأفلام، ده شيء ممكن برضه يحسن من تجربتي أنا كمان. أنا عايز أسمع الناس إزاي بتتفرج على الأفلام، إيه السناكس اللي بياكلوها، عايز أعرف تجربة الناس مع السينما إيه، يعني هم ناس cinephile زيي. وبس يعني كده الحلقة خلصت، وشكرًا ليكم.